السلام عليكم، كيفكم؟ تنتمنى فيديو اليوم يلقاكم في احسن الاحوال. فيديو اليوم جا من بعد غياب اللي كان طويل. اول حاجه تنبغي نهني المنتخب المغربي الفوز ديالو على المنتخب الاسباني وبالمرور ديالو للدور الربع النهائي. تنتمنى ان شاء الله كذلك الفوز في الدور الماجي، وتنهني جميع المغاربه بهذا الفوز هذا، وجميع العرب بصفه عامه. تنهنيهم على هذا الفوز لانه فعلا فوز تاريخي، فوز صراحه اللي فرح الجميع، فرحنا كاملين. كيف ما قلت لكم عقبال الدور الثاني حتى هو ان شاء الله ندوزو. بالنسبه للبنات، انا بهذه المناسبه وصراحه قبل ما يبدا الماتش كنت وجدت هذه المائده هذه خفيفه ظريفه، يعني حنا تنتفرجوا وهاد المائده قدامنا. غادي تشوفوها مزيان كذلك في اخر الفيديو. البنات هنا كانت غير مرور الكرام درت ليها، ولكن غتشوفوها معايا مزيان. فكان الامل ديالنا كبير في الفوز ديال المنتخب المغربي، والحمد لله فاز، ما خيبش الامل ديالنا. المهم دابا البنات غادي نشارك معكم هاد الوصفات اللي وجدتهم في واحد الوقت اللي وجيز جدا جدا جدا. المهم هنايا بديت بالبطبوط اللي درت فيه شويه ديال الدقيق الكامل وشويه ديال دقيق الفورس، واحد المعلقه ديال العسل، شويه ديال الملح، الخميره ديال الخبز، وعجنته بالماء دافي. والعجينه خليتها شويه مرخوفه البنات، خليتها مرخوفه صافي، وخليتها حتى خمارت. ودزت هنايا بديت تنشكل فيها كويرات صغار، لان بغيت ندير غير خبيزات صغار. اللي بغى خبيزات كبار غادي يديرهم. انا درتهم ماشي صغار وماشي كبار، يعني الحجم ديالهم شويه متوسط. وعاود خليتهم حتى خماروا عاد باش غادي نبدا نقرص فيهم، وفي نفس الوقت يعني نقرصهم، وفي نفس الوقت نحطهم يطيبوا. يعني اللي قرصتها نحطها طيب. تيجي هذا الخبز تيجي من فوق البنات وتيجي غزال، بالاضافه لانه خبز يعني صحي بالدقيق ديال الدقيق، يعني بالدقيق كامل بنخالته. وعلى الرغم من هكا كجا البنات غزال، لان داك الدقيق عطى الخيط ديالو، جا الخبيزات ديالو جاو خفاف. وعلى الرغم من انني رققتهم البنات، الا انهم تيتنافخوا ما شاء الله، كيف ما تلاحظوا معايا تيتنفخوا في المقله. صافي انا غادي نستمر بهذا الشكل هذا. درت المقله كبيره البنات لانني تنحط 3 او 4 في مره واحده، باش نسربي ليا الطياب ديالهم، يعني ما يشدوليش الوقت بزاف. غادي نستمر انا على هذا الشكل هذا ونكون نتلاقاو. وهنايا البنات نفس الدقيق، يعني الدقيق ديال القمح الكامل، زدت عليه حتى هو شويه ديال الفورس، وغير شويه ديال الاخر، شويه ديال الملح والماء، وعجنته. خليت العجينه ديالو تكون شويه عاقده، وفي نفس الوقت كنت نطيب لولادي غداهم غير الهوت. صافي هنايا خليته حتى ارتاح مزيان. عاد باش غادي ندوز نشكلو. عندي هنايا الزبده اللي غير سخنتها غير باش شويه تطلق ليا، لان الجو سخون، يعني ماشي تذوب، غير تبقى عندي كريميه. والزيت، او اكيد فورس ديال الفينو، هو باش نورق. هنايا يعني تنطلقها بالزيت، ندهنها بالزبده، وتنرش عليها شويه ديال الدقيق. صافي تنشكل على شكل مربعات، درتهم غير صغار وما خداوش ليا الوقت صراحه. صافي وهنايا دزت نطيب فيهم حتى هنايا، يعني تنسمن. انا في الشيء حطيت 3 ولا هي تنحط 3 في المره، او لا 2 على حساب. بما انهم صغار تنحط 3 مع بعضياتهم. صافي تنبقى نقلب فيهم حتى تيطيبوا على خاطرهم، تياخذوا ليا داك اللون الذهبي، وغادي نحيدهم. وغادي ندوزو باش نحضروا الوصفات الاخرى اللي شفتوا معايا فوق المائده. هنايا البنات غادي ندوز نحضر خليط ديال الكيك والكاب كيك جوج في واحد، يعني بنفس الخليط غادي نحضرهم بجوج. عندي 3 ديال البيضات، غندير 200 غرام ديال السكر سنيده. انا لاحظتوا راه عندي الميزان لتحت البنات، هو باش تنعبر.
تنعتذر البنات على الصونيت ديال التليفون. المهم قلت لكم راه حاطه الميزان لتحت باش تنعبر، باش ناخذ العبار. هنايا درت غير السكر والبيض، واحد القبصه ديال الملح، غادي نطربهم جيدا حتى يضاعف عندي الخليط. عاد باش غادي ندوز باش نضيف باقي المكونات. هنا دائما تنستعمل الميزان البنات. غادي ندير 150 ملي ديال الزيت، زيت المائده العادي. اللي بغى يدير زيت الزيتون بامكانه يديرو، انا درت غير زيت المائده العادي. وغادي نحرك جيدا، وغادي نضيف هنايا واحد الياغورت بنكهه الفاني. بامكانكم تضيفوا ياغورت طبيعي من الوزن ديال 150 غرام. تقدروا تعوضوها بالحليب اولا بالليمون على حسب الرغبه ديالكم. وغادي نزيد 100 ملي ديال الحليب، غادي نطربهم حتى هما جيدا. عاد باش غادي نبدا نضيف في الدقيق. هنايا البنات ضفت جوج ساشيات ديال فاني بودره، اولا ما يعادل تقريبا واحد ربع معلقه ديال الفاني، لان هذا تيكون مجهد. هنايا غندير 70 غرام ديال اللوز غبره اولا بودره اللوز، 70 غرام كيف ما قلت لكم. غادي نضيف هنايا 250 غرام ديال الدقيق اللي غادي نضيفو تدريجيا، مع 15 غرام ديال الخميره ديال الحلويات. غادي نغربلهم كيف ما تلاحظوا، لان الخميره تكون شويه متكتله، وحتى الدقيق عفوا ضروري ما نغربلوه. هنا غادي نزيد الكميه اللي باقا ليا حتى نوصل 250 غرام بالضبط ديال الدقيق. غادي نحركهم جيدا، وغادي ندوز باش نبدا نصب فيهم في القوالب ديال الكيك ديالي. هنايا انا غادي نستعمل كيف ما قلت لكم جوج القوالب بان كيك ولا داك بلوم كيك، هما اللي غادي نستعمل، اولا هذاك القالب الطويل وهذا الكاب كيك. هنايا غادي ناخذ واحد الكميه، غندير تقريبا 4 الحبات ديال الكاب كيك بنكهه الفاني. وغادي نصب واحد الكميه كذلك في البلوم كيك اللي غادي ندهنو جيدا بالزبده. اللي خافتو يلصق لها دير حتى شويه ديال الدقيق. هنايا خليت تقريبا واحد نصف ديال الكميه اللي غادي نزيد عليها واحد المعلقه كبيره ديال الكاكاو غبره، بامكاننا نزيدو حتى 2 المعالق. غادي نحركو جيدا كيف ما تلاحظوا معايا، وغادي نضيفو على الخليط ديال البلوم كيك. غنضيف واحد الكميه، وغادي ندير ما تبقى غادي نديرو في القوالب ديال الكاب كيك كيف ما تلاحظوا معايا. ندير منه حتى هويا 4 ديال القوالب. ومن بعد غادي ناخذ واحد العود ديال الشواء اللي غادي نزين به غادي نحاول انني نمزج الخليط ديال الفاني والخليط ديال الشوكولا مع بعضياتهم في البلوم كيك. وهنايا من بعد ما طاب عندي الكاب كيك والبلوم كيك البنات، دخلتهم الفران يكون ساخن مسبقا على درجه حراره 180 حتى تيطيبوا ويتحمروا. تنشعل عليهم غير من التحت، عاد تنخرجهم. هنايا اكيد الكاب كيك تيطيب شويه قبل من البلوم كيك. فهنايا من بعد ما طاب برد، خرجت زينتو انا بهاد عندي هاد الكلاصه هذه في اللون الاحمر، زينتو بها. وبالنسبه للون الاخضر خديت اللون الازرق مع اللون الاخضر بنفس هاد لي تيب هادو البنات نفسهم، باش مزجتهم بجوج باش عطاوني اللون الاخضر. هادو خديتهم من اكسيون. صافي هنايا تندهنها باللون الاحمر، وتندير الرايه باللون الاخضر. هذا هي البلوم كيك البنات كيف ما تلاحظوا معايا تيجي هش وتيجي رطب. هذه هي المائده ديالنا. تنتمنى فيديو اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش من لايك، الاشتراك في القناه، وتفعيل زر الجرس باش توصلوا بكل جديد. ومجددا هنيئا للمنتخب المغربي بالفوز ديالو الرائع على المنتخب الاسباني.